هو يوم عيد الحب ما ينفعش يعدي عادي؟ اتفضل. المتعارف عليه في الاعياد ان احنا بنحب نهدي بعض بهدايا، خصوصا لو اعياد بين اتنين بيحبوا بعض، لكن كل سنه موضوع الهديه عمال يكبر عن السنه اللي قبلها، والبوكس كمان عمال يكبر اكتر واكتر وما بنبقاش عارفين نملاه ايه. بنقعد نحط فيه بوكسات اصغر فاصغر فاصغر لحد ما نوصل لواحد قد كده، وبنفضل نملاه كور صغيره علشان تاخد مساحه، مش علشان نتفاجئ بالهديه واحنا بنطلعها. حتى بوكيهات الورد فضلت تكبر وتكبر لحد ما اخدت الكنبه اللي ورا لوحدها. دي حتى الورده الحمراء يوم عيد الحب بقى ليها سعر تاني، وبقت بتشوف نفسها علينا. والجليتر في الهدايا بقى بيتناسب طرديا مع مقدار حبك ليه، يعني كل ما الهديه بتلمع وتلعلط اكتر يبقى انت ما تقدرش تعيش من غيرها. الحاجه الوحيده اللي ما نقدرش نعترض عليها في عيد الحب هي الشوكولاته، كتر فيها ما يهمكش، كلنا بنحبها. ومناسبه الهدايا في الفالنتاين مش هننسى اللي بيدب خناقه قبل كل مناسبه علشان ما يجيبش هديه، طبعا بيصالحها بعد ما المناسبه تعدي باسبوع. يمر الكماير من حركاتكم. ما نقدرش ننسى طبعا يونيفورم عيد الحب، بس الحقيقه دي حركاتنا احنا كبنات، الولاد ما بيركزوش في حته اللبس دي. ما احنا لازم نلتزم بالزي الرسمي ونكتر في الاحمر زي ما انا لابسه كده، وكأن اللي مش هتلبس احمر في اليوم ده هتتاخد غياب وهيتخصم منها الهديه. وطبعا دي بتبقى علامه تعرفوا منها المرتبطين اليوم ده، ما السنجل بتنزل لا بيها ولا عليها اليوم ده وبتلبس اي لون. لبسنا الطقم الاحمر نخرج بقى خروجه عيد الحب، مع انهم بيخرجوا كل يوم عادي ويزوغوا من الدروس والمحاضرات، بس خروجه عيد الحب غير، بيبقى ليها طعم تاني. حرفيا بيحصل تكدس في كل الحدائق والجناين. طب ذنب النباتات ايه تشوف المحن والتلزيق ده كله؟ والسينما بقى تحس ان التيكت ببلاش اليوم ده، مستحيل تلاقي كرسي فاضي. بقول لك ايه، بما انك سنجل وحيد اليوم ده انت تاخدها من قصرها وتقعد في بيتكم وما تنزلش اصلا.